تعال معنا واستمتع بوقتك تحت ضوء الشمس الحارقة الفارقة وأمام موجات البحر الخارقة. أيها السادة، إليكم هذا النبأ العاجل. بدأت القوات الأنجلو أمريكية منذ قليل الهجوم ضد العراق، وقد ذكرت مصادر مطلعة أن الوحدات المختلفة للقوات الأنجلو أمريكية تشارك الآن في توجيه ضربات شديدة ومركزة لأهداف محددة داخل العراق. خليهم يخشوا العراق، خليهم يجوا في كل حتة، والله هينضفوا في الخليج والبحر المتوسط. من ناحية الأخرى أصدرت الجماعة العربية بيانا أدانت فيه الهجوم بشدة وطالبت بوقفه على الفور. الحق يا حضرة الناصر، الحق! في ايه؟ الطلبة عايزين يخرجوا في المظاهرة وهيكسروا الباب. يا ولاد اسمعوني من فضلكم، انا عشان اريحكم هبعت برقية اعتراض باسمكم، لكن انا بوعدكم لو حصل في الحرب اي اسلحة محرمة دولية او انتهاك لحقوق الانسان هسمح لكم بالمظاهرات فورا. حضرة الناظر، انتوا ايه اللي طلعكم بره المدرسة؟ احنا من اتحاد الطلبة وعايزين نعمل يافطة تأييد للعراق. احنا مش كنا عاملين يافطة من ايام افغانستان؟ ايوه احنا دلوقتي في العراق مش في افغانستان. ما هي افتح القوس وزود العراق. امسك. سما مش حرام يعرضوا الضرب ده طول النهار ويجيبوا للناس احباط؟ ولا هي مقصوده بقى ولا مؤامره ولا ايه الحكايه؟ يا بنت دي عولمه، مش فاهمك انت. الساعه بقت 8 وابنك لسه داير في المظاهرات، ما تقوم تشوف اتقبض عليه ولا راح فين؟ الخوف على بنتك اللي عامله لي مقاطعه في الانترنت، اين ما جابوها من شعرها؟ سمعتوا اخر الاخبار؟ كنت فين يا استاذ؟ ما بدري. استني بس اما تشوف ايه الاخبار. الحكومة العراقية هربت والامريكان دخلوا بغداد. أعوذ بالله. وبعدين يا شاكر، انت كل يوم يا اخويا هتصحيني مفزوعه من النوم كده؟ هو بإيدي يعني.
ما تقعد يا ابني تفطر زي الناس، مستعجل على ايه؟ عشان خاطري يا بابا ممكن تاكل حاجة قبل السيجارة؟ والله يا بنتي ما ليا نفس الحاجة خالص. انت هتخلي حكايه العراق دي هي تبوظ لك حياتك؟ حاول تبعدها عن دماغك شويه عشان ترتاح. ودي حاجة الواحد يقدر يبعدها عن دماغه؟ طيب يا ام نضال، خليكي كده ورا ابوكي لحد ما تموتوا نفسكم انتوا الاتنين من الهم ان شاء الله. طبعا اذنكم انا بقى. السلام عليكم. ولد يا محي تعال هنا كلمني. يا ماما في ايه؟ يا ماما انا مستعجل. اظن ما عادش فيه مظاهرات، الحكايه خلصت خلاص. لا ما خلصتش يا ماما، والمظاهرات هتفضل شغاله لحد ما يخرجوا منها. عن اذنك. وانت بقى هتسيب ابنك يودي نفسه في داهيه كده؟ يا ستي ما تخافيش، استنى يا محي خدني بسكتك، احسن مش قادر اسوق النهارده. قول لي بقى ايه اكتر حاجه قلقاك وشغلاك اليومين دول؟ من ساعة ما خدوا العراق أنا كل ليلة بيجيلي كابوس إنهم اقتحموا المنطقة عندنا وبيطلعوا البيوت. مش عارف أعيش بشكل طبيعي أبدا. حتى في العلاقة الزوجية مع المدام ايه؟ رجعت من ناظر لتلميذ في KG1، ده حتى لو قبلوني. تستاهل. قوم يا راجل، قوم يا راجل، باش هبل. استاهل؟ استاهل ليه؟ مش عيب عليك تبقى راجل ناظر ومثقف ومش قادر تفهم ان احنا بعيدين كل البعد عن اللي بيحصل في العراق ده؟ رياض، وفر آرائك السطحية دي لنفسك وشوف لي علاج للي أنا فيه ده. هذا وقد أصدر مجلس جامعة الدول العربية بيانا استنكر فيه الممارسات الأمريكية. يا ترى ممكن أيام تلف ويحصل معانا كده؟ المجلس في هذا البيان على والله مش بعيد يا عم، خليهم ييجوا. خايفين من ايه؟ والله هينضفونا. انت فاكر انهم لو جم هنا هينضفوك؟ ما انا عارف ان فيها 15 سنين بهدله، بس بعد كده هنبقى من العالم الحر. العالم ما يخوف، ما تقدرش تعيش مطمن الا لو عندك سلاح يخوف اي حد يفكر يأذيك. لازم يبقى عندنا سلاح رادع. يعني ايه بيه سلاح رادع؟ يعني نووي، درع صاروخي، صواريخ طويلة المدى. الحاجات دي بقى تمنع اي حد يفكر يضربنا. هو ده سلاح الرادع. ومين قال لك ان احنا ما عندناش سلاح رادع؟ يعني احنا عندنا طبعا، بس واضح اننا مقفلين على السر ده كويس قوي. انت فاكر يوم الكهرباء ما قطعت على مصر كلها يوم بحاله؟ ايوه، يوميها كانوا محتاجين الكهرباء بتاعت مصر كلها عشان يخصبوا بيها اليورانيوم. لا يا شيخ طبعا، امال انت فاهم ايه؟ عارف السحابه السوداء اللي بقالها كام سنه؟ مالها الأخرى؟ انت فاهم انها تلوث وهبل كده يعني؟ لا، ده اشعاع طالع من التجارب اللي بنعملها تحت الارض من ورا العالم. انا اتمنى نكون بالخبز ده. يا ريت. يا ريت؟ ايه يا ريت دي؟ هو احنا ممكن يبقى ما عندناش؟ والله انا اعتقد كده. احنا لو ما عندناش كنت هتلاقي حمى في العلم والتفكير والانتاج، انما الهدوء واللامبالاه اللي احنا فيها دي بتاعت ناس اكيد عندها سلاح رادع. عارفين مين اللي ممكن يفيدنا في الموضوع ده؟ مين؟ اللي هو احسان اللي ساكن في اخر الشارع. يا عم ده مش لواء، ده كان فدائي ايام حرب 56 وكان اسمه الكودي سيادة اللواء، والناس بتجامله وتقولها له لغايه دلوقتي. بس راجل عارف العسكريه كتير واكيد عنده معلومات. هو الحقيقه في موضوع مهم ومحتاجين كلمتك فيه. أوي. اتفضل. شاكرين. أهلا وسهلا. الحقيقه انا والجماعه قلقانين جدا وعاوزين نعرف منك، هل عندنا سلاح رادع ولا لا؟ ده سؤال معقد ومش من السهل اجابته. طبعا احنا عارفين ان سيادتك حالف يمين بكتمان الاسرار العسكريه، بس احنا بنرجوك تقول لنا، واحنا هنصوم عنك ال3 ايام دول. انا بحكم خبرتي العريضه كرجل عسكري قديم عايز اطمنكم ان في المواجهات العسكريه الكبيره مش عنصر السلاح بس هو الحاسم في المعركه، في برضو عنصر الاراده، عنصر الايمان. طب غير الاراده وغير الايمان في سلاح رادع؟ طبعا انت عارف حروب المستقبل
يعني في سلاح ردع. انا انت عصبي كده ليه يا حاج ناظر؟ معلش، اصل الصور اللي بنشوفها في التلفزيون مش مخليه حد على بعضه. يا حضرات زي ما قلت احنا عندنا إرادة، عندنا إيمان، وربنا يتولانا برحمته. ممكن اروح الحمام؟ ايه ده؟ ابله سهاد، ايه اللي حصل؟ ايه اللي عمل فيكوا كده؟ انا شفت الواد طارق عبد الصمد وفي ايده جهاز عجيب، اكيد هو اللي عمل كده. اهو يا فندم، اهو اقف يا ولد، تعال هنا يا ولد، اقف بقول لك. انت اللي عملت كده؟ اصل في واحد بلطجي ساكن في شارعنا، وكان نفسي من زمان يبقى معايا حاجه اغلبه بيها. ايه بقى؟ طب ايه ده؟ قعدت افكر سنه ونص لغايه ما اخترعت جهاز يولد اشعه تشيل حركه البني ادم، وقلت اجربه هنا النهارده وحصل اللي حضرتك شايفه ده. هم في داهيه، بس انت عبقري يا ابني. والله يا فندم انا لو خدت فرصتي بس هساعد في زق البلد دي لقدام. استاذ شاكر، بالنسبه للمجلس، انت فاكر الولد طارق ده؟ طارق عبد الصمد؟ طبعا فاكره يا فندم، وده يتنسي؟ ما تعرفش الولد ده عمل ايه في حياته؟ انا اللي اعرفه انه دخل كليه العلوم وكان بيطلع الاول كل سنه، لكن بيعمل ايه بعد كده ما اعرفش يا فندم. طب روح طلع لي العنوان. نعم. طارق موجود؟ لا، لسه في الشغل. هو بيشتغل ايه؟ في مركز البحوث. بشرة خير. طب الاقيه امتى؟ هو اليومين دول عنده بحث مهم جدا، بيسهر لنص الليل مع زميله الدكتور عمرو. لو عايزه ضروري ممكن تروح له هناك. السلام عليكم. مش فاكرني؟ طبعا فاكر حضرتك اللي دخلت من شويه. انا الناظر بتاعك في ثانوي. حضرة الناظر؟ هو ده مركز البحوث؟ مركز بحوث الجوزة. انا فرحت قوي لما والدتك قالت لي بحوث والنص الليل. اهلي كان نفسهم يشوفونا حاجه كبيره، وكان حرام عليا اصدمهم بالخيبه اللي انا فيها، فاخترعت الكذبه دي ومحافظ عليها بقالها 5 سنين. ايه البتاعه دي؟ اصل لقيت صدري وجعني من الهبابه دي، اخترعت حاجه زي جهاز لقياس ضغط النفس، حاجه كده زي فلتر فراغ بعيد عنك. يا خساره، يا خساره. انا كنت متوقع الاقيك باحث عالم. ايه يا ابني اللي وصلك لكده؟ هو انت مش عايش معانا في البلد دي وعارف اللي فيها؟ وانا بالنيابه عن البلد جاي اعتذر لك. فاكر زمان يا طارق لما قلت لي انك نفسك تساعد في زق البلد دي لقدام؟ الحقيقه مش فاكر. عموما اهو دلوقتي بطاريه البلد نامت خالص ومحتاجه منك زقه جامده، عشان كده انا جاي اطلب مساعدتك. مساعدتي انا؟ ايوه. طب لحظه واحده. ربنا يساعدك انت.
يا عينك يا جبايرك. يعني الطابور ده كله مش عاجبك؟ انت وصلت هنا ازاي؟ حد يتصل بالشرطه العسكريه، حد يتصل بالشرطه العسكريه. ده الشكل صلى على النبي، هو الولد هيموت في ايدك يا فندم. واد ايه؟ ده مارينز. ايه اللي جابه هنا؟ مارينز ايه يا فندم؟ ده الواد علي بتاع تالتة رابع. يا فندم حضرتك شكلك تعبان، اتفضل حضرتك فوق واحنا هنكمل الطابور. السلام عليكم حضرة الناظر. وعليكم السلام. اهلا يا طارق. اهلا يا حبيبي. ازيك يا فندم؟ أنا آسف جدا يا فندم على اللي حصل امبارح. ولا يهمك. ما تيجي نقعد. معلش يا فندم اعذرني، أنا كنت مسطول بس شوية امبارح. بس لما فقت النهارده الصبح حبيت أجي وأعرف إيه الموضوع يعني. هو حضرتك كنت راكن تحت تقريبا وعايز زقة أو حاجة كده؟ انت مش قلت انك فقت؟ خلينا بقى في المهم. قول يا طارق يا ابني، انت ايه اعز نجاحاتك اللي حققتها وبتخاف عليها؟ أنا الحقيقة ما عنديش أي نجاحات. طب ايه اعز حاجة عندك؟ أمي. يؤسفني اقول لك ان امك في خطر. أنا في خطر؟ وهو لو الايام لفت ممكن قوي يحصل معاها اللي بنشوفه في التلفزيون الايام دي لو ما عندناش سلاح ردع. وده هنجيبه منين؟ البركة فيك. البركة فيا أنا؟ طارق أنا عندي عمارة في مصر الجديدة جنبها جراج كبير. لو أنا رهنتهم دول ممكن يجيبوا 2 مليون. الصلاة على النبي يا فندم، ربنا يزيدك. المبلغ ده هيبقى تحت أمرك، تعيش بيه عيشة مستريحة، تعمل أبحاث، تسافر، تشوف تجارب. المهم إن أنا هحقق لك كل الظروف اللي تخليك تفكر وتبدع. الحقيقة أنا مش فاهم حاجة. يعني هبقى سبونسر ليك لغاية ما تخترع لنا حاجة ندافع بيها عن روحنا. أيوة يا فندم، بس دي حاجات بتعملها مؤسسات وبحوث ومعامل، وبعدين أنا مش باكي مين هترعاه يعني. يا ابني وأنا بقول لك اصنع لنا سلاح ردع، أنا عارف إنه ما ينفعش. أنا بتكلم عن النظرية، الفكرة، الإبداع اللي مفيش جهة عارفة تجيبه، هنجيبه إحنا ونسلمه له. أنت كده يا بيه عاوزني أرجع أحب الحياة من تاني، وأنا بصراحة ما بقاش عنده قدرة على أي حاجة. هتقدر يا طارق. يا خبر اسود، انت اتجننت، اكيد اتجننت. خليكي مؤدبة وبلاش طولة لسان. اعمل لك ايه؟ ما انت عاوز تضيع شقة عمرنا في الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده. يا جهلة ده مش كلام فاضي، ده دفاع عن البقاء. ما تتكلمي يا فيلسوفة، ما تتكلم يا ابني. ايوه بابا صحيح، ده شغل الحكومة مش شغلتنا احنا. يا ابني هي الحكومة هتعمل ايه ولا ايه؟ ده المفروض ما يبقاش وراها شغل الا ده في الظروف دي، مش احنا اللي نعمل سلاح ردع. نكتة دي والله. نصيبنا كده، حطينا في ظروف لازم ندافع فيها عن نفسنا بايدينا. عشان مررت ما تتفقعش هسألك سؤال واحد بس، هل في حد من الشبان في البلد دي يقدر يعمل اللي انت بتقول عليه ده؟ في، والله العظيم في. طب وطارق اللي بتقول عليه ده يا بابا مالك واثق فيه قوي كده؟ لانه عبقري، ولو اتحط في ظروف صح ممكن يعمل لنا سلاح نحمي بيه روحنا من المصايب اللي جايه. شاكر يا حبيبي، ما فكرتش في ولادنا بعد ما تضيع كل اللي حالتنا هيعملوا ايه في مستقبلهم؟ انهي مستقبل؟ من غير حاجه اخوف بيها اللي جاي يقضي عليا مفيش مستقبل. انتوا سذج ولا ايه؟ مستقبلهم اللي بتتكلمي عليه ده مش هيجي اصلا من غير السلاح ده. بس يا شاكر انا قررت خلاص، وهيجي يعيش معانا هنا في الشقه اللي قدامنا عشان اساعده واخدمه وراقبه. لا ده انتهى، وهروح اجيبه بكره الصبح. عايزكم تستقبلوه كويس وتحسسوه بقيمه الدور اللي احنا مستنيينه منه. بنت يا صباح. نعم يا بيه. تحفظي السر ولا تمشي؟ ما انا ياما شفت عندكم بلاوي، كان في حاجه طلعت بره.
والله عمار يا مصر، بقى وسط الظروف المهببه دي يطلع واحد عالم زيك. ويا ريته نفع بحاجه. ايه شرايط ام كلثوم دي كلها؟ ما اعرفش اعيش يوم من غير ما اسمع صوتها. ولا يهمك، ليك عليا اجيب لك كل كوبليه قالته الست، بس انت شغل مخك. اتفضل يا طارق. اتفضل حبيبي. تعالى بقى اعرفك على اسرتي الصغيره اللي بقت اسرتك انت كمان. السلام عليكم. اهلا بيك. يسعدني ويشرفني اقدم لكم العبقري اللي قلت لكم عليه، طارق عبد الصمد. والله انا كنت فاكراه اللي جاي يصلح الغساله. ابني محني في ثالثه كليه الهندسه جامعه القاهره. المدام مدرسه العاب سابقه. دي حماتي مسكينه عيانه على طول. بنتي الكبيره سلمى فنانه تشكيليه. اهلا يا طارق، شرفتنا. ربنا يخليكي، متشكر قوي. ما تتفضل تقعد، البيت بقى بيتك خلاص. الا والنبي يا ابني، ما دام انت عبقري كده زي ما بيقولوا، ما تعرفش تلاقي لي حاجه دواء يعني للروماتيزم اللي في الركب؟ هو مش تخصصي والله، بس احاول. عاوزين نتفق على حاجتين في منتهى الاهميه. اولا، لو حد سالنا مين ده واحد قريبنا من البلد جاي يقعد معانا عشان يبقى قريب من جامعه القاهره اللي بيعمل فيها دكتوراه في اللغات الشرقيه. غلط. عايز الناس تصدق، يبقى ده واحد قريبنا جاي من البلد يقعد عندنا عشان يبقى قريب من معهد الكبد، عشان عنده انيميا مستعصيه. طب وثانيا ايه يا بابا، علشان تيتا عايزه تعرفها؟ ثانيا هتعرفوها بعد دقيقه واحده فوق السطوح. ايه اللي عملته في السطوح ده يا شاكر؟ ده انا قعدت اعمل فيه طول الليل يا ماما. صحيح يا بابا، ايه اللي عملته ده؟ ده جزء من خطة الخداع الاستراتيجي اللي هنتبعها. لازم ندي انطباع اننا عيلة مجانين من اللي بيحبوا امريكا، مصالحهم هي مصالح امريكا، لدرجة اننا رسمنا العلم الامريكي فوق بيتنا. عاوزين نمنع اي شك، نبعد اي شك في اننا بنجهز حاجة للمقاومة. ها بس الجماعه الثورجيه بقى لو شافوه هيهدوا العماره فوق دماغهم. وايه اللي هيطلع الثورجيه فوق الاسطح؟ الثورجيه دايما في البدروم مستخبيين. تعال يا طارق، تعال. وانتوا تعالوا اقفوا هنا انتوا. تعال يا طارق، اقف قدامي كده واحلف القسم ده. احلف على ايه؟ احلف القسم ده. هات اللي في ايدك ده. يلا. اقسم بالله العظيم 3 ان استميت من اجل اختراع سلاح ردع يحمي هذا الوطن، وأن أضحي في سبيل ذلك بصحتي وسعادتي وبكل شهواتي. كل شهواتي؟ امال انت فاكر ايه؟ احنا حاطين شقة عمرنا. يا حماتي ما ينفعش كلام وسط الحلفان. ايوه كل شهواتي، ولا انت فاكر ايه؟ كمل. ماشي. وأن أضحي بكل شهواتي، وأن أكون صادقا مع أستاذ شاكر في كل شيء يخص المشروع، والله على ما أقول شهيد. الله، سلاح الردع، الوطن. بعد اذنك انا اضطريت اعلق الصور دي هنا عشان تبقى حافز ليك. بس ده حافز يرعب. ما احنا يا ابني مش عاوزين نوصل لكده ابدا. بمناسبة الحافز، الشريط ده فيه اهم لحظات الفخر اللي عشناها من بعد حرب اكتوبر لحد دلوقتي. لو معنوياتك وقعت اتفرج عليه هيرفعها لك على طول. انا فعلا هحتاجه كتير قوي. طيب هسيبك بقى تبتدي كفاحك. طارق، مصر كلها مستنيه اللي هتعمله. اطمن.
طارق، مصر كلها مستنيه اللي هتعمله. ده كلام يا حضرة الناظر، ده كلام يا بابا. طب هشربها يا بابا. في تهديد صريح وواضح أعلنت الإدارة الأمريكية على لسان كونداليزا رايس أن التواجد الأمريكي في العراق يعتبر رسالة صريحة لإيران، وأن على النظام الإيراني أن يعي تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية كنت متوقع كده بمواصلة سعيه حضرة الناظر عنده حق، وذلك اعتبره المراقبون رسالة صريحة لإيران باحتمالية التدخل الأمريكي. ده هتحلو قوي والله، هينضفونا. حضرة الناظر احنا عايزين نعمل يافطة. بقول لك ايه، افتح القوس وزود ايران. خلصنا يا ولاد، ارجوكم تهدوا. الموضوع لسه مجرد تهديد، لكن انا اوعدكم لو الحكايه وصلت لضرب ايران هنخرج كلنا في مظاهرات. يا ناظر يا عرة. يا نهار اسود، دول سابقنا بكتير قوي. يا نهار اسود، اعمل لهم سلاح ردع زي دول. انا لازم اقول للاستاذ شاكر على كل حاجه بصراحه. يؤسفنا يا فندم ابشرك باننا ضايعين لا محاله. الشريط ده فيه أهم لحظات الفخر اللي عشناها من بعد حرب أكتوبر لحد دلوقتي. ومجدي عبد الغني وضرب الجزاء وعمرو مصطفى الهدف التعادل للمصريين في الدقيقة 38 من الشوط الثاني. كلل الله مجهودات المصريين في النجاح في هدف التعادل. والمعلومة دي مش كانت تجيلنا بدري شوية عشان نلحق نتصرف؟ محي تتصل بالجماعة في شرم الشيخ تقول لهم طيارة 8 الصبح بكرة جاي عليها 2 مهمين قوي من مجلس العموم، يستنوهم قصاد المطار بمظاهرة جامدة. ماشي؟ ما تقلقيش يا سلمى، هنلحقهم ان شاء الله. سلمى احنا محتاجين الكمبيوتر التاني وبسرعة. ها عرفت ايه المشكلة؟ 10 دقايق بالظبط واشغله لك. يعني عرفت تصلحه؟ ده انا اصنعه من اول وجديد لو عايزه. يا ثقة دي ولا غرور؟ الاتنين. السلام عليكم يا شباب. خش في ولادك هيفقعوني ويجيبوا لي القلب. مالهم لولاد؟ بنتك ام النضال جايبه اخوها ولاد الجامعه وعماله هاتش منشورات وهاتش اجتماعات، وباذن الله هتجيب لك البوليس السياسي لحد هنا. البوليس السياسي ده انت قديمه قوي. اللي هيجي لنا هنا امن الدوله، وبعدين بقى احنا يشرف منزلنا انه يشهد حركه مقاطعه لاكبر قوه في العالم. بابا ايوه تعال اسمع الخبر ده بسرعة. في تهديد صريح وواضح لسوريا، أعلنت الإدارة الأمريكية على لسان كونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي، أعلنت أنها ستقدم إلى الكونغرس ما يسمى بقانون محاسبة سوريا، الذي يقضي بفرض عقوبات شديدة على سوريا قد تصل إلى حد الحصار الكامل، وذلك ما اعتبره المراقبون تهديدا صريحا لسوريا باحتمال التدخل الأمريكي. افتح القوس وزود سوريا. بص بقى، سيب القوس مفتوح، محدش عارف مين اللي هيدخل تاني. افتح الباب. ايه ده، انت قد الكلام ده؟ انا الناظر وبقول لك افتح الباب. وانا عندي عيال عايز اربيهم، افتح على مسؤوليتك. افتح الباب على مسؤوليتي. افتح. يلا يا اولاد، يلا علي
أكدت كونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي في مؤتمر صحفي أكدت أن الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط يشكل خطوة مهمة نحو إقرار مشروع الشرق الأوسط الكامل مما لو سيجارة بانجو دلوقتي. بنت رخرة يا مين يحكمنا عليكي؟ شفتوا عايزين يعملوا ايه في سوريا؟ شكلهم هيدوروا عليها قريب. يا جماعة يا جماعة انتوا خايفين من ايه بس؟ سوريا دي وضع مختلف تماما، مش ممكن. وشوف الصفاقة، محاسبة سوريا زي ما يكونوا بيحاسبوا خدام عندهم. خليك صفيق زيهم واعمل قانون محاسبة أمريكا. القوي هو اللي بيحاسب الضعيف، وهم القوي والله هينضفوه. You are the best. I'm sure. I am not sure. كنت فين؟ ساعة بضرب الجرس. كنت نايم. نايم وما بتشتغلش؟ يعني ما ارتاحش زي الناس. يا ابني في الظروف المهببة دي مفيش راحة. حاضر. تعال. انت في حاجة معطلك؟ جزء كبير من تفكيري ضايع في رغبتي في سجارة مخدرات. فأنا بقول أولى يعني لو نخلي الجزء ده من التفكير للشغل يبقى كويس قوي يعني. وسجارة واحدة في اليوم لحد ما أثرها يخرج من الدم. ايه انت زعلت؟ بالعكس، ده انا هفاجئك واصدمك بفكر جديد تماما. فكر جديد؟ ازاي يعني؟ لو اني بكره الميكيافيلية، انما في الظروف المهببة دي طبعا الغاية تبرر الوسيلة. اروح البس ساعة واحدة وارجع لك. رايح فين انت؟ هجيب مخدرات. انت اهبل ولا شكلك كده؟ عشان يتقبض عليك والمشروع كله يروح في داهية. امال اعمل ايه؟ قول لي انت بتجيب ايه ومنين؟ انا اروح اجيب لك. انت اللي هتروح تجيب؟ ما هو مش لازم حد تالت يعرف الموضوع ده. خلاص، هتروح القلعة وتسأل عن التاجر بتاعي، اسمه الحاج طلبة العفيف. هتقول له جاي من طرف طارق 3-0. ايه ده؟ ده الكود بتاعي عندهم. وتقول له ربع بانجو منجاوي. منجاوي؟ عرانيس. عرايس. عرانيس جمع عرنوس. عرانيس. لو رايش هرجعك بيهم. ايه ده؟ لا مؤاخذة بابا، اصل الرايش ده ما بيعملش حاجة، لازم عرانيس. يا حصلت. تعال يا ولد انت وهو، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ انا عارفك ان انت من جسمك، انت في ثالثه رابع. مش ادينوا اساميكم بسرعه. في ايه يا عم، انت مخبر ولا ايه؟ انا حضرة الناظر يا حمار. حضرة الناظر؟ ايوه حضرة وعدكم محببه، انتم بتتعاطوا. ما هم المعاناه والاحباط اللي حوالينا في كل حته. دي اخر مره تعملوا كده. كبسه يعني كبسه إيه حضرة الناظر. يعني اخلع اخلع ايه يا ولد؟ استر يا رب، استر يا رب. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ربنا يستر. لو معاك حاجه ارميها بسرعه.
انا معيش حاجه يا ابني، ارمي الفلوس. استنى البوليس خلع. الحمد لله. اللي هو يا حد ناظر، هو انت ايه اللي جابك هنا؟ وفي واحد بيقوم بمهمه قوميه وانا جاي اشتري له بانجو عشان يعمل عليه ابحاث. وسكرت ولا لسه؟ عيب يا ولد، انا ما بسكرش. هو قصده ان انت دخلت اشتريته ولا لسه؟ لا لسه. هو الحقيقه انا ناوي اكلفكم انتوا بقى بالحكايه دي بما انكم دايسين المنطقه عني. ايه فكر جديد ميكافيلي. انت لحقت تلف الخوازيق دي كلها؟ متشكر قوي يا بابا، الاستاف ده عالي قوي. احنا اتفقنا سجاره واحده في اليوم. خليهم 8. ماشي 8. ما تاخد نفس. لا انا ماليش في الحاجات دي خالص. المهم انت كيفت؟ نعم الحمد لله. عدلت دماغك 100 100. طب ما تقول لي بس اي تصور عن السلاح اللي بتفكر فيه. سلاح ايه؟ سلاح ايه؟ انا اسف يا بابا، اصل من زمان ما ضربتش يعني. طب ركز معايا يا طارق. حاضر يا بابا. احنا للاسف مش هنقدر نعمل الا سلاح ردع دفاعي. ردع ودفاعي؟ تيجي ازاي دي؟ بدل المعادله ما تبقى لو هتضربني عندي حاجه اضربك بيها، تبقى لو هتضربني عندي حاجه امنع وصول ضرباتك ليا. يعني نصد وبس. بالظبط. ما دي الفلسفه القتاليه. فين بقى السلاح؟ سلاح ايه؟ قوم يا طارق لم. انا اسف يا بابا. قوم معلش انا غلطان. من زمان ما ضربتش والله. معلش فين السلاح؟ اتفضل معايا. اتفضل. ممكن باخد بس الطبق ده؟ ممكن. لان مش ضامن ارجع تاني هنا. طيب. مهم جدا في البدايه تكون عارف ان التفوق الامريكي الكاسح في العالم كله اساسه التفوق الجوي. طياراته وصواريخه تقدر تخش وتضربك من غير ما تشوفها اصلا. عمره ما يواجهك على الارض ابدا الا بعد ما يهرسك من الجو. صح، هما كده فعلا. احنا بقى هنعمل في الجو ستاره دفاعيه. ستاره يعني ايه؟ لو نجحنا في توليد ستاره الكترونيه واحدثنا فيها نشاط غير طبيعي، هتوصل لطاقه عاليه جدا تحرق اي حاجه عاوزه تعدي منها. هات نفس. الحمد لله على السلامه. والستاره دي هتغطي مصر كلها ازاي؟ لا طبعا هتغطي المساحه اللي جايه منها الغاره بس. وكده بقى الدكتور البلدي ملوش عندنا اي حاجه ولا يقدر يفتح بقه. احنا بندافع عن نفسنا زي القنفذ، حاطط شوك حوالين نفسه وما يأذيش الا اللي جاي يأذيه بس. حلو قوي. ما تجيب كمان نفس. كده كتير عليك. طب بجد النبي يا طارق، بالسلاح ده امريكا مش هتقدر تهاجمنا ابدا. يا ابويا بقول لك اطمن، هنلغم الجو. يا ولد، بس اهم حاجه في المشروع ده السريه. في بير لانهم لو شموا خبر ممكن يقطعوا عننا المعونه. Colonel Clark. Sir. It's your mission. اعمل له ايه الحلم ده؟ اخد له شقه مفروشه؟ خير، في ايه؟ في واحدة صاحبة الست سلمى اتصلت وقالت انها موجودة في مظاهرة جامدة قوي، وبعدين الخط قطع.
برضه خارج نطاق الخدمه. جرب تاني جرب تاني. طبعا خلتنا كلنا نايمين وخرجت من ورانا. ما هي لو كانت بتخاف من ابوها ولا بتعمل له حساب ما كانتش عملت كده. يا حاج خليكي محضر خير. اسكت انت. ايوه يا رانيا، انا بابا سلمى. بتقولي هي فين؟ مظاهره فين؟ امام السفاره الامريكيه. تقم زي ما تنزل دلوقتي حالا تجيبها، انت فاهم؟ هاجي معاك. تيجي معايا فين؟ انت اتجننت؟ لازم اجي معاك. وافرض مسكت يضيع المشروع. مش هينفع اسيبك لوحدك. يا ابني ما تعطلوش. شفت يا شاكر. عاوزه ايه انت كمان؟ هتنزل كده بالبيجامه والشرز. مبسوط انت؟ دي بنتي. مش وقت فشخره، يلا دي بنتي. انا الزعيم. دي بنتي انا. وهندرس لاجيالنا اللي جايه كل اللي عملتوه فينا عشان يعرفوا عدوهم الحي يبقى مين. هتلف الايام وهتتغير الظروف وهيجي يوم هنذلكوا فيه زي ما بتذلونا بالظبط. احفادكم هيلعنوكوا لان هم اللي هيدفعوا ثمن اللي بتعملوه فينا. ان كان دمنا رخيص عندكم النهارده بكره دمهم هيبقى ارخص عندنا. وإذا كنتوا نجحتوا تضعفونا وتأخرونا بالكلاب اللي زرعتوهم وسطنا، نحب نقول لكم إن إحنا فوقنا خلاص. هنغير من نفسنا وهنصلح عيوبنا، وعمرنا ما هننسى طارنا منكم أبدا. كل نقطة دم سالم، كل صرخة ألم طلعت بسببكم هتدفعوا ثمنها حتى لو بعد 1000 سنة. ان شويه رقاق زيكم كل تاريخهم 600 سنه هيقدروا يقضوا على شعوب هي اللي عملت التاريخ. هنفضل غصب عنكم، مش هتقدروا تفنونا ابدا. هنفضل غصب عنكم. تعرفوا يا سفلة ان احنا عرضنا مش رخيص. هنفضل غصب عنكم ومش هتقدروا تفنونا ابدا. غصب عنكم هنفضل. الحمد لله الحرارة نزلت. لو الوجع ما راحش لحد الصبح لازم نعمل اشعة على ايديها. إذا كانوا بره بيعملوا مظاهرات عشاننا، مش عايزين احنا نعمل؟ ما تبقيش يا بنتي تعملها كده تاني. غصب عني يا بابا، حاسة بالعار، هتجنن لو ما عملتش حاجة. يا بنتي ما النهارده زي كل يوم. ايه اللي جد عشان تعملي كده النهارده؟ الصورة دي نازلة في جورنال النهاردة، حبيتها عنكم عشان ما تتخضوش. عايزني اما اشوف كده يا بابا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا ايه اللي يوديني مظاهرات؟ ده انا جدي راح مظاهرات ثورة 19 لحد النهارده ما رجعش. اهلا يا بابا، اتفضل. ايه اللي انت لابسه ده كله؟ يعني انت اللي لابس مايوه؟ تعال. خير، الانسه سلمى تعبانه؟ اخبار المشروع ايه؟ وصلت لحاجه؟ يا بابا احنا بقالنا شهرين بس. يا ابني هي الحكايه فيها كام شهرين؟ دول افتروا قوي ولازم يبقى معانا وبسرعه، حاجه ندافع بيها عن نفسنا. طب اتفضل اتفضل. انت مروق نفسك اهو، وعندك دفايه مش عندي انا شخصيا. ايه اللي معطلك بقى؟ انا بصراحه في حاجه مأثره عليا ومشتته تركيزي. ايه؟ انا حلفت اكون صريح معاك. ما تتكلم. بابا انا محتاج ست في حياتي.
فجأة كده؟ امال كنت عايش ازاي قبل كده؟ كنت مرمي في البيت، لكن دلوقتي انا بعمل سلاح رضا. مش معقول يعني يبقى مخي مشغول بجيبه ضيقه بلوزه مفتوحه. عيب كده كفايه. عندك حق. خلاص، شاور لي على اي واحده وانا اجوزها لك فورا. بابا انا عاوز اتجوز بنتك. سلمى بنتي؟ مالك زعلت كده؟ ابدا، بس يعني انا عارف ان انا مش قد المقام، لكن عندي امل انكم ممكن توافقوا. وايه اللي خلاك تفكر في سلمى؟ ده كل حاجه تخليني افكر فيها. يعني انسانه مثقفه مؤدبه صاحبه موقف ناجحه مزه. ايه؟ اقصد يعني انا متاكد ان جوازي منها هيساعدني اطلع كل الابداع اللي جوايا. تكونش دي تهيؤات العرانيس؟ لا والله، دي مشاعر حقيقيه. عارف، انا لو تحققت عاطفيا خد مني احلى شغل، والله العظيم احلى شغل واحلى اسلحه. يا لهوي يا شاكر، لا ده انت كده بقى كبرت وخرفت. خليكي مؤدبه وبلاش طولة لسان. امال عايزني اقول لك ايه وانت جايب لي خبر اسود زي ده؟ ده خبر مهبب. قلت عليك بنتك يا شاكر. بقى ما نجوزهاش للمليونير اللي طلبها السنه اللي فاتت ونجوزها للبورس ده. وماله بس، ده حتى انسان ذكي ومخه شغال. ترضى ان ده يبقى جوز اختك؟ وماله طارق؟ يا بابا ملوش، هو انسان كويس وكل حاجه، بس انا عمري ما فكرت فيه كزوج. يا بنتي انت مش وطنيه وبتحب البلد دي، اعتبريها خدمه لمصر. يا لهوي، هنجوز بنتنا خدمه لمصر. طارق ولد عبقري، لو حققنا له امله هيفكر بابداع، وده اللي احنا عايزينه. ان كان على كده نجوزه الاحلى منها، نجوزه 4 لو عايز. هو اختارها هي، وفي ظروف النكسه الحضاريه اللي احنا فيها دي العبقري رغباته اوامر، الناس العاديه زينا تنفذ. مفهوم؟ فين جهاز الضغط الاخضر؟ بس يا بابا الامور ما بتتاخدش كده. مفيش بس. اتجوزت طارق يا سلمى. يا بابا انت مش فاهم الموضوع. اتجوزي طارق. بابا انت عمرك ما اجبرتني على حاجه. واديني بجبرك اهو. اتجوزت طارق يا سلمى. غصب عني؟ اه، هتتجوزيه ورجلك فوق رقبتك. انت قاعده بعيد كده ليه؟ شكل وحش، كانك قاعده معاها غصب عنك. ممكن اعرف انت عايز تتجوزني ليه؟ الحقيقه باباكي غاصب عليا. ايه؟ هو بيلمح بقاله فتره، الظاهر مش طايقنك في البيت تقريبا، او يمكن عشان مفيش حد بيتقدم لك او سنك كبر. المهم كنت لازم اوافق، لان باباكي جمايله كتيره قوي عليا، وكنت لازم اساعده في مشكله بنته. طب انا همشي بقى بما انك ناوي تهرج. خلاص يا ست خلاص، عاوز اتجوزك عشان بموت فيكي، ومتاكد ان لا هعرف افكر ولا ابدع ولا اعيش حتى الا وانت معايا. كل ده حصل في شهرين؟ وحياتك انت في اول دقيقتين شفتك فيهم. بس انا يا طارق كان ليا احلام بالنسبه للراجل اللي هتجوزه، وانا حتى ما لحقتش اعرفك، فممكن يعني تختصر لي المسافه وتقول لي ايه هي اهم مميزاتك اللي ممكن اتجوزك عشانها؟ يا خبر يا سلمى، ده انا كل مميزات. ايوه ماشي، يعني قول لي كام واحده فيهم. يعني خدي عندك مثلا ذكي، صحته كويسه، بحترم المراه، عملها وحريتها. بصفه عامه انا شاطر جدا مع المراه، في كل ما يخص المراه اعتبر بريمو، ودي اهم ميزه فيا. بس للاسف مش هي دي الاسباب اللي ممكن تخليني اتجوزك. ولا بريمو اللي قلتها في الاخر دي؟ السبب الوحيد اللي ممكن يخليني اتجوزك يا طارق هو مصر. مصر؟ ايوه. ايوه ازاي يعني؟ لو جوازي منك هيساعدك ويخليك توصل للسلاح اللي هيحمي البلد ويحمينا انا موافقه. يعني هتتجوزينا عشان خاطر مصر بس؟ مع احترام لمصر طبعا، بس ما فيش سبب تاني؟ لا. اهو تبقى مصر نفعتنا بحاجه. ويلكم كولونيل. اتكلم عربي، احنا في مهمة. صباح الفل يا كولونيل. نهار ابيض ان شاء الله.
الإدارة ذكرت إن العملية اللي سيادتك جاي عشانها صعبة جدا. يكفي اقول لك انها ممكن تهدد التفوق الامريكي. اطلع بسرعه، ورانا شغل كتير. حش صاحبك عني راجع، صاحبك جنني راجع. اتفضل. يا استاذ الطلب اللي انت بتطلبه ده صعب عليا جدا، وبعدين المعازيم تقول عليا ايه؟ ما انا قاصد اخليهم يستغربوا. اتفضل. وانا مالي؟ انا دي شيء مشهور وليا سمعتي، وبعدين كده محدش هيجيبني في اي فرح تاني. من فضلك اعمل اللي بقول لك عليه، يا اما اخد العروسه وامشي. اتفضل. ايه اللي ابوك عنده ده؟ هو عشان الفرح على حسابكم يعني؟ اسمع واستمتع وانت ساكت. يا ثوار عدونا غدار، صاحي صاحي صاحي. طبعا هتقولي لي دي ازاي؟ هو جو التعبئه العامه ده هيفضل كتير. مش بنسخنك. هو انا هدخل على مصر؟ انت تقدر. تعالى. كنا ايد في ايدك الله الوقت الطاغوت. حي 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 على الفلاح، حي 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 على الفلاح. على فكرة رجالة كتير بيحصل لهم كده في ليلة الدخلة. ده في العالم كله. بيقول لك 30% بيحصل لهم كده. و70% ما بيحصل لهمش. وال30% مش شوية يعني. وتقولي بس انها اهم مميزاتك. والله فعلا ده أهم ميزة فيا. والأيام هتثبت لك والسرير ده هيثبت لك وهتشوفي. خلينا في المهم دلوقتي. انا خايفه الموضوع ده ياثر على نفسيتك وياثر على تركيزك في المشروع. هنعمل ايه؟ انت بتتكلمي كده كأن الموضوع ده هيطول. لا أنا مش هسكت، أنا هقلب الدنيا. قول لي بقى ايه اكتر حاجه قلقاك وشغلاك اليومين دول؟ موضوع الامريكان طبعا. قربوا قوي، ربنا يستر. لو انت زي حماك مصدق ان الامريكان هيجوا هنا والتخاريف اللي بتتقال دي؟ ما تغلطش وخليك في الخيبه اللي قدامك. ما هو الخيبه اللي قدامي ده انت السبب فيها بالوساوس اللي انت زرعتها جوه الواد. منك لله يا شيخ. انت هتصدق وشايلها لي؟ يعني انا السبب؟ ايوه انت السبب. ليه يا دكتور؟ في راجل طبيعي ممكن ينام مع مراته وفي خطر واقف له على الباب؟ لا طبعا.
ده لو حد معدي في الشارع وعطس العمليه كلها بتبوظ. جميل، اهو انت مفهمه بقى ان في عصابه واقفه له على الباب مستني منه ايه. طارق، احب ابشرك مفيش حد بيحصل له ده الا الراجل الوطني اللي بيحب بلده. ما ينفعش اكرهها يومين في الاسبوع. طب الظروف دي ممكن تطول، هيفضل وطني كده على طول؟ طول ما العصابه على الباب، او زي ما انتم متصورين انها على الباب، هيفضل وطني كده على طول. هذا وقد أصدر مجلس جامعة الدول العربية بيانا استنكر فيه الممارسات الأمريكية ضد الشعب العراقي، وشدد المجلس في هذا البيان على ضرورة الإسراع في نقل سلطته إلى العراق. يعني جوزناك عشان تروق وتبدع، يوم يطلع لنا الخازوق الوطنية ده. على فكرة يا جماعة، هتسيحوا ولا ايه؟ ده أقل واجب. اللي منكم عنده مشكلة مع مراته في فراش الزوجية ما يزعلش، بالعكس دي حاجة لازم يكون فخور بيها. فخور بيها؟ ازاي؟ اتضح علميا ان في الظروف المهببة اللي احنا عايشينها دي، الراجل اللي بيحب بلده وشايل همومها لا يمكن يبقى كويس مع مراته. وده وسام على صدره بيقول انه راجل وطني. ده انا على كده ما بحبش مصر خالص، وانا مقدم على هجرة. وانا ما عنديش ريحة الانتماء، بس الحاج هو اللي وطني قديم. اخرس، ده انا جاسوس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شفت يا بابا اكتشفوا ايه في العراق؟ في ايه؟ ديسكو. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ايه يا شاكر، هو الكابوس رجع تاني ولا ايه؟ الظاهر الكابوس ده هيطول. بص بقى يا باشمهندس، انا عاوزك تسد لي كل الفتحات اللي موجوده في الجراج، وتعمل اي حاجه في الحيطان تمنع خروج الصوت من جوه لبره. بس ده هيكلفك كتير. مش مهم التكلفه يا باشمهندس، وعاوزك كمان تعمل لي سلم هنا جنب الحيط اطلع منه على شقتي على طول. حضرتك هتعمل ايه هنا بالظبط؟ استوديو رقص. رقص؟ رقص ومسخره وقله ادب وحاجات من دي. ما هو ده اللي ماشي اليومين دول يا باشمهندس، عولمه بقى. انا بقى لي يومين ما بنامش من كتر التفكير، لغايه ما وصلت لقرار مهم جمعتكم النهارده عشان ابلغكم بيه. قرار ايه يا بابا؟ واضح من الظروف، العراق، سوريا، ايران، ليبيا، السودان، واضح ان الخطر بيقرب قوي قوي. وللاسف الاخ طارق لسه ما وصلش لحاجه. ايه، هتمشوني؟ لا، انت مشروعك مستمر وربنا يوفقك فيه، بس بعد حكايه ابو غريب دي انا شايف انه لازم يكون عندنا حاجه ندافع بيها عن نفسنا اذا اضطرتنا الظروف، بدل ما يمسكونا من قفانا ويزحفونا على وشنا. قصدك ايه؟ هات من الاخر يا شاكر. انا قررت نجيب سلاح ونبتدي نتدرب عليه. كل واحد فيكم هيستلم RPG وكلاشينكوف و5000 رصاصه و100 قنبله يدويه.
اما بقى بالنسبه للالغام هتكون اخر خطوه. لو لقينا الوضع رايح في داهيه هلغم البيت والغمكم. يا مش ممكن الحاجات دي تفرقع. اختي دي تقيله قوي، هشيلها ازاي دي؟ يعني انت يا تيتا اقل من ستات المقاومه اللي في فلسطين؟ ها؟ ولا اقل من الفلاح العراقي اللي وقع طياره بقلب جيب؟ واحنا هنعيش ازاي بس في وسط البلاوي دي؟ الظروف اللي حوالينا بتقول ان السلاح من هنا ورايح هيبقى شيء طبيعي في حياتنا. ما يتهيأليش جول مجد عبد الغني هينفع في الظروف دي. ده عاوزة كاس العالم كله. يا ميت ندامة على اللعيبة. وحياة امك ايه حصلت؟ تيك اوف واي تيك اوف يور كلوز. ايام يور براذر في الانسانيه يا جاك. نو جاك جاك اعقل يا جاك. الحقوني طارق. جاك مالك يا طارق؟ اعقل يا جاك. طارق في ايه؟ طارق في ايه؟ أصل جاك مين؟ لا مفيش حاجة. لا مفيش حاجة. احب اعرفكم بسياده اللواء حسان، هو اللي صمم ميدان التدريب ده وهو اللي هيتولى تدريبنا. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد بيكم جدا لأني بعتبركم نواة حقيقية للمقاومة الشعبية. لو لا قدر الله قرب مننا أي خطر عايزكم تنسوا إنكم مدنيين. في السنين اللي جاية أي واحد منكم لازم يكون عنده استعداد للحياة العسكرية، لأن في وقت الأزمة الشعب كله يبقى جيش دفاع. واول حاجه هنبتدي بيها ان شاء الله هي استعمال السلاح في ضرب النار، لان في لحظه سودة غبره مش هينقذك غير السلاح اللي في ايدك. وبعدين احنا لازم نتعود على الخطأ. اتفضلي يا مدام. المدام قال. وبعدين يا بابا في التنبيط والسياح لو ما سكتش هخليه يوقفك زينا. يا اخويا توكس. الله هو في ايه؟ لا دي مشاكل عائليه. الله احنا مش قلنا ننسى ان احنا مدنيين؟ انتباه احسن. اتفضلي يا مدام. بصي الهدف بتاعك كويس، خدي نفس عميق، اكتمي النفس، وعند ما تكوني جاهزه اضربي. احسن كويس يا مدام. يا اختي اتفضلي يا حاجه. ايه انا؟ نجيب لها التبه هنا قدامنا؟ لا ينفعش. اتفضلي يا حاجه. حاضر يا اخويا حاضر. الله ما تفضلش ليه اهو انا يعني صغيره. اتفضلي بس انت قول لي اعمل ايه وانا هعمل كل حاجه. اتفضلي. اعمل ايه؟ امسكي البندقيه عادل. اهو. ايوه عادل حكمي الدبشك. اهي. خدي هدف. اتفضلي اضربي. اضرب. واضح ان التدريب هيكون فيه خسائر. هاتي هتحارب معانا ازاي بس؟ ده انت اول واحده هتموت في التدريب ان شاء الله. حكم الدبشك. طارق اهدى، تعالى نطلع فوق. تعالى.
مغلول منهم قوي. اصلهم سببوا له في احراج مزمن. اه ها ايه الاخبار؟ الحقيقه الموضوع صعب جدا. ليه؟ تم حصر كل اللي اسمهم طارق في القاهره، طلعوا 54,000. اللي في سن الشباب 27,000، واللي دراستهم تتعلق بالموضوع ده 2700. الإدارة منزعجة وعايزانا نوصل لأول الخيط بسرعة. سيادتك شايف ان الامر صعب. لما يكون الأمر متعلق بمستقبل أمريكا مفيش حاجة صعبة. طارق، ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه رأيك؟ جبتيه منين؟ فصلته. ليه؟ يعني حسيت انه هيبقى حلو عليا. هو فعلا حلو قوي. انا قلت استفيد بكرهك ليهم واحوله لطاقة منتجة. طاقة منتجة؟ طب تعالى لي بقى. ايه؟ بقى انت بقى اللي مغلبني ومخوفني ومقصر رقبتي. انا قدامك اهو، اعمل فيا اللي انت عاوزه. تعالى معايا. على فين؟ هقدرك. اتمشى قدامي، لف واديني ظهرك، تقدم للامام، اتقصع شويه اكتر. انا عايزك تتقصع اكتر. انا عايزك تتمسك اداب وانت بتتقصع. تعالى لي يا مايس. اديني جيت اهو، عايز ايه تاني؟ حاسب السلاح يطول. تقريبا ده اللي هيحصل يا سافل، يا وقح، يا عسل. بيان رقم 1: نجحت قواتنا في اختراق دفاعات العدو واقتحام جميع النقط الحصينة. طول عمري كنت بحلم بعد ما اخش دنيا ب5 دقايق حبيبته ترقص لي. ارقص لك، بس مش زي ما كانوا بيرقصوا في ايام عصر الحريم. انا هرقص لك كسلمى البنت المثقفة اللي بغض النظر، بس ترقصي كده. كده اتكسف. انا مش هتكسف. طب ايه رأيك في لبس الفرقة 14 المحمولة جوا؟ ما ينفعش فرقة غواصات. ما تبقاش طماع. ايه؟ بقول لك ايه؟ بيان رقم 2. السلام عليكم ورحمة الله. حرما جمعا إن شاء الله. طمني إيه الأخبار؟ هم دول طارق وشاكر اللي بندور عليهم. وعرفتم وصل لغاية فين في البحث بتاعه؟ احنا دخلنا على الكمبيوتر بتاعه ما لقيناش حاجة مهمة،
واضح انه عامل احتياطات امن قويه جدا. غريبه، ازاي بعد كل التخريب ده اللي بنعمله في حياتهم لسه في ناس بتفكر صح وعايزه تحمي نفسها بسلاح ردع؟ مطلوب وبمنتهى السرعه نعرف طارق ده وصل لغايه فين في البحث بتاعه. استنى ارجع تاني. مبسوط يا طارق؟ ايه اللي مبسوط؟ ده انا حاسس ان انا حاضن قوات التحالف. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت عرفتي؟ هي بنتي يعني هتطلع اشطر مني؟ ولا انا كمان ماليش نفس احارب؟ ايوه ميسة، بس انت عارفه ان القوات في حاله استرخاء نسبي اليومين دول. بس كون العدو قدامك كده ده ما يرفعش من حالة الطوارئ عندك؟ القوات الآن أصبحت في حالة السداد القصوى وهتحاربي. والله لخليكي تحاربي الليلة. ويلكم، أما نشوف. ده أنت هتشوفي ليلة سودة بعون الله. فاير! الإدارة بتقول إن أفكار طارق تعتبر مهمة إلى حد ما، وإنه بنوع من الإبداع ممكن يطور الأفكار دي لسلاح دفاعي خطير. أبدأ في خطة للتخلص منه؟ لا 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 لا، قتله مش هيفيدنا في شيء. أمال هنعمل إيه؟ بابا ايه في ايه؟ سلمى عقلي. بابا عقلي يا سلمى. اوعى ما تلبسنيش. ايه يا سلمى في ايه؟ اتخانقتوا مع بعض؟ يا بنت تعالي ما تفضحناش. لا انا لازم اقول لبابا. هي بنت طلب منك حاجه حرام؟ يا خبر اسود. إيه في إيه يا أولاد؟ خضيتوني. بتزعلي ليه يا سلمى؟ صباح قومي ادخلي جوه، هنتكلم كلام كبار. إيه؟ كلام كبار؟ ما تتكلمي يا بنتي، قلقتيني. ما تردي بقى وخلصينا. الاستاذ بعد ما ساعدته بقى اسد زي اللي رسمه على ظهره ده، جايب لي كل حاجه منع الحمل، قال ايه مش عايزني اخلف. نعم يا عمر. اسمه طارق. انت كنت تحلم تخلف من واحده زيها؟ ده انت تبوس ايدك وش وظهر. استنوا بس يا جماعة لما نفهم ايه الحكاية. انت يا ابني مش عاوز تخلف ليه؟ اجيب عيال ازاي وانا كل ما امسك جرنان ولو بالصدفه الاقي فيه العرب بيضربوا بالجزمه؟ عايزني اجيب عيال عشان يضربوا بالجزمه؟ على فكرة بقى الرأي ده ابتدى ينتشر كتير الأيام دي. طبعا، ما هي خطه مرسومه، يأثروا على الناس الهبل ويخلوهم يكفروا بالمستقبل وينتحروا بايديهم. والله يا بنتي الايام دي ما تشجعش على الخلفة خالص. جرى ايه يا بابا؟ يعني نوقف نسلنا ننقرض؟ مش ده اللي هم عايزينه؟ يا بنتي انا اقصد يعني نستنى سنتين ثلاثة بس لما نشوف هيسيبوا المنطقة ولا ناويين يقعدوا معانا على طول. وافرض قعدوا؟ يبقى طارق عنده حق. يبقى نجحوا يوصلوكوا للاحساس ده. انا بقى ما نجحوش معايا، وعندي امل في المستقبل، وهخلف 10 كمان، وفي يوم من الايام هيحكموا العالم.
يحكموا العالم؟ ولادك انت هيحكموا العالم؟ انا في عش الزوجيه وهتيجي عشان نخلف، لو مش عاجبك هخلعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير، ايه الموضوع المهم اللي انتوا عاوزيني فيه بسرعه ده؟ ومالكم محترمين الواد السيد بالشكل ده؟ انا متابعك من زمان لغايه ما عرفت بذكائي وبمفهوميتي ايه اللي بيحصل في الجراج. انا كنت ناوي اضمكم معانا، بس كنت مستني لما الموضوع يترستق شويه. على العموم اهلا بيكم وحي على الجهاد. يسعدني اقدم لكم طارق. اولا هو جوز بنتي، ثانيا وده المهم عالم مصري شاب بيسابق الزمن من اجل الوصول لسلاح لردع اي حد يهددنا. كما انه يشرفني اعرفكم سياده اللواء احسان، هو اللي هيتولى تدريبنا، ولو حصل حاجه لا قدر الله هو اللي هيقود المقاومه. ما شاء الله، والله عمار يا مصر. نتوكل على الله ونحلف القسم نقسم بالله العظيم ثلاثة أن نعمل عقولنا بأقصى الطاقات الممكنة وأن نستفيد في الدفاع عن هذا الوطن، والله على ما نقول شهيد. الله الوطن سلاح الأرض. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين؟ احنا CIA. هنهزر بقى وهتعمل لي فيها كاميرا خفيه والامه مش ناقصه قرف. اتكل على الله. احنا مش بنهزر يا شاكر، احنا عاوزينك انت وطارق شويه. ايه مالكم متوترين كده ليه؟ فشل. احنا مش متوترين ولا حاجه، هنتوتر ليه؟ انا عادي مش كده؟ عادي. عموما احنا مش هنعطلكم. يا ريت، عشان النهارده ليله الخميس وانت عارف بقى ليله الخميس محتاجه ترتيب. اكيد عارفين موضوع الخميس دول CIA. طبعا احنا عارفين كل حاجه عن سلاح الردع اللي بتحاولوا تخترعوه. الحاجات دي خرجت من البيت ازاي؟ احنا جايين نعرض عليكم تسلمونا التصميمات والافكار اللي وصل لها طارق. وده في مقابل ايه بالصلاه على النبي؟ في مقابل اي ملايين تطلبوها، او لو تحبوا تيجوا تعيشوا في الستيتس، وهي تبقى فرصه يا طارق تعيش في البلد اللي بتقدر العلم والعلماء. انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ والله ما انا عارف. ايه ده؟ انت بقى عاوزنا نلغي مشروع سلاح الردع عشان تلف الايام ويتعمل فينا اللي بيحصل في ابو غريب؟ صدقني يا طارق. انا مش بكلمك يا كابتن. يا طارق صدقني، هنا مش هتقدر توصل لاي حاجه، كان غيرك اشطر. ليه؟ هو انت مستغبيني؟ لا بالعكس، انت انسان ذكي وشاطر وزي الفل، بس بقى حواليك ظروف تمنعك انك توصل لاي حاجه. بس اعتقد الظروف مسيرها يعني الظروف دي احنا اللي عاملينها ومربطينها بحيث ما نسمحش لاي ابداع انه يطلع. نصيحتي ليكم خليكم عاقلين واقبلوا العرض ده. يقبلوا ايه يا مخبول انت؟ انتوا فاكرين ان انتوا تقدروا تشتروا كل الناس بفلوسكم؟ هو انت بقى اللي عامله حمله مقاطعه على النت؟ ايوه انا اللي عامله حمله مقاطعه على الزفت. على فكره مدام سلمى انت حلوه قوي في لبس المارينز. والله ما تخلي الكلام ده الواحد مش لابس حاله. خلونا في المهم. تحبوا تاخدوا وقت عشان تفكروا؟ نفكر في ايه بمناظركم دي؟ قوم يا عم قوم، مش قالك النهارده الخميس؟ انتوا كده هتضطرونا نتخذ مواقف مش هتعجبكم. طب يلا بدل ما ناخدكم رهاين، يلا اتكلوا على الله. وبقولوا لهم هناك ان احنا هنا شغالين كويس قوي عشان نكتر ونبقى 200 مليون ونفرسكم.
انت متأكد؟ افتحوا التلفزيون بسرعة. في تهديد صريح وواضح لمستقبل الأمن القومي لجميع الدول العربية، أعلنت الإدارة الأمريكية على لسان كوندوليزا رايس أنها ستقوم بتزويد إسرائيل ب5,000 قنبلة ذكية، والتي تعتبر سلاحا استراتيجيا حاسما. وذكر المراقبون أن هذه الخطوة ستضمن بالتأكيد التفوق النوعي العسكري لإسرائيل على كافة الدول العربية. اشتغل بقى ابوس عدادك. مش قادر استحمل الضغط والقهر اللي عليا. ايه اخبار المشروع يا طارق؟ الحمد لله. وصلت لحاجه؟ يعني ربنا يسهل. ما تعدل يا اخي، اديني وشك وكلمني كويس. ها قول لي بقى وصلت لايه؟ لسه بحاول. يعني ايه؟ انت بتستعبط؟ ما انتش شايف اللي بيجري حوالينا؟ اعمل ايه بس؟ تعمل ايه يعني ايه؟ حقناك نفسيا وعاطفيا ودماغيا. نعمل لك ايه تاني؟ يا بابا ما تقوليش يا بابا، انا حضرة الناظر. طب يا حضرة الناظر، انت عارف انت بتطلب مني ايه؟ انت بتطلب مني الحق ناس سبقانا ب100 سنة ضوئية، ولا مش واخد بالك؟ وبعدين اجيالكم كانت فين؟ كانت فين والفرق ده عمال يوسع؟ ولا سايبيننا احنا نضيقه بعد ما بقى في وسع المجرة الكونية لحد ما وصلنا للمنظر اللي حضرتك شايفه ده؟ ولا انتم مش مدركين انكم مسلميننا الراية عاملة كده؟ عاوزيننا نرفعها بقدرة قادر تبقى كده؟ يا سلام يا استاذ، انتم مسلميننا ليهم بدون ملابس داخلية، مسلميننا ملط يا حضرة الناظر يا بتاع التاريخ. أكيد الإدارة أوصت بالتخلص منه. بالعكس، الإدارة عايزة طارق يستمر في بحثه. يستمر إزاي؟ مش فاهم. احنا عندنا دلوقتي في أمريكا معمل كامل شغال على سلاح مضاد لسلاح طارق، وعشان نضمن إن سلاحنا ده صح لازم نجربه على سلاح طارق. ايوه بس ازاي هنعمل مواجهة بين السلاحين؟ هنستغل سذاجتهم ونستدرجهم للمواجهة دي. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. على الربابة بغني. طارق، ايه اللي انت عامله ده؟ أصل مفلوس منه قوي، فضل كسر عيني 6 شهور ابن الجزمة. ايه يا جماعة، مالكم محبطين كده ليه؟ طارق عنده خبر هيفرحكوا قوي، خبر مهم جدا يا بابا. أنا تقريبا وصلت للسلاح نظريا. أنا كده مش ندمان إني جوزتك بنتي. طيب الخطوة الجاية إيه؟ هنسلمه بقى للجهات اللي تنفذه وتصنعه وتحوله لسلاح حقيقي. برافو 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 يا فندم، برافو. بس يا خساره جت في العارضه. لا بس ملعوبه ايه، موزه والله موزه. شكرا. برافو يا فندم. اهلا وسهلا. انا متاسف ان انا اخرتكم، ولكن اديك شايف الجيم سخن. اتفضلوا اموروا، اي خدمه. طبعا سيادتك كواحد من اهم رجال الاعمال في مصر وفي العالم كله، ومعروف مساندتك لكل المواهب في كل المجالات. طارق جوز بنتي عنده حاجه عبقريه ومحتاج مساندتك علشان تتم. طبعا طبعا،
ما هو مساندة المواهب والعبقريات ده جزء من واجبنا تجاه البلد. والله يا فندم احنا رحنا لكل الجهات والهيئات والمراكز اللي المفروض تساعدنا، ومع ذلك ادونا الطرشه. فقلنا نيجي لسيادتك واملنا في الكبير ان شاء الله. قوي قوي. انت بتلعب ايه؟ لا يا فندم ما بيلعبش. امال بتغني؟ ولا بيغني يا فندم. طارق عنده حاجه عبقريه محتاجه تمويل ضخم عشان يتم تنفيذها. ايه بقى الحاجه العبقريه اللي عايز تكلمني عنها دي؟ سلاح يا فندم، سلاح هيخلي الاجيال اللي جايه تعيش مرفوعه الراس. سلاح دفاعي يا فندم ممكن يحمي مصر من اي قوه في العالم، ده غير ان احنا ممكن نبيعه بمليارات الدولارات لاي بلد تانية. ايه ده؟ حصل حاجه فيه؟ شوف للاسف الشديد بصفتي رجل من كبار رجال المال اللي في العالم العين عليا، ولو بره حسوا بحاجه زي دي ممكن انهم هم يدمروا الاشغال بتاعتي، بل ممكن انهم هم يجمدوا الارصده بتاعتي اللي عندهم في بنوكهم. طب يا فندم ما هو ممكن سيادتك تساعدنا عن طريق غير مباشر. ما تودوها للهيئه المصريه للتصنيع. رحنا يا فندم رحنا، لقيناهم بيعملوا تلفزيونات وفيديوهات ودش. بما انك انت ضليع بالشكل دوت في التكنولوجي، انا هعرض عليك مشروع مهم ممكن يكون لنا سبق فيه. انت عارف الناس عشان تنزل رنات جديده على الموبايل بتتصل برقم وتاخدها منه. ايه رايك بقى احنا نعمل الكترونيك كارت الكتروني يتباع في المحلات، بيكون فيه رنات جديده، بيكون فيه مسجز الوان، بيكون فيه رسوم متحركه، اي حاجه الناس عايزه تشوفها وتتخيلها، وبالشكل ده نكون وفرنا لهم خدمه هم محتاجين لها. ايه رايك يا بطل؟ رنات جديدة للموبايل، هو ده المشروع القومي اللي احنا مستنيينه من زمان. يا الأمة ناقصة بحر، والله احنا ما نستاهل نعيش، احنا عالة على العالم، احنا بنبيد يا جماعة. يا جماعة خليكم معايا يا جماعة، احنا كنا بنحاول نوصل لحاجة تخلي عندنا كرامة، لكن يؤسفني أبشركم إننا هنفضل بدون كرامة. يؤسفني أقول لكم إننا لو دخلنا أي مواجهة في المستقبل هيبقى الحل الوحيد اللي نملكه إن الواحد مننا ينزل على ركبه ويبص لعدوه باحترام ويتوسل إليه. Please don't fuck me. هو ده الحل اللي نملكه. بليز دونت فاك مي. يا جماعه يا جماعه اسمعوني، يا جماعه من فضلكم، يا جماعه اسمعوني بقى ارجوكم. طارق عايز يقول لكم حاجه. احنا اللي يهمنا دلوقتي نتاكد ان السلاح اللي نجح نظريا هينجح عمليا. مساله تنفيذه وتصنيعه ده حاجه تانية بقى. تقصد ايه؟ انا هحاول اصنع نموذج مصغر من السلاح ده واجربه بشكل عملي، ولو نجح احتمال حد يساعدنا. قلت محدش يخش، الأوضة فيها أشعة خطرة. شكر بيه عاوزك دلوقتي ضروري. طيب روح انت وانا جاي وراك. اهلا يا استاذ طارق. ايه ده انتم هتصاحبونا ولا ايه؟ هتنطوا لنا كل شويه؟ مش المدام طردتكم قبل كده؟ اقعد يا طارق عايزينك. قوم يا علي طارق، يلا يلا. ايه يا طارق؟ انت ابتديت التجارب بتاعتك ولا ايه؟ ايه يا ابني اللي انت لابسه ده؟ كنت بلحم حوض سمك. باختصار احنا عارفين انك خلصت فكرة السلاح بتاعك نظريا ولفيت عشان حد يساعدك في تنفيذها. محدش سأل فيك زي ما قلنا لك. تقصد ايه يعني؟ انت مش سلاحك عبارة عن ستارة الكترونية تحرق اي صواريخ او طيارات تحاول تعدي منها؟ هو كده بالظبط. احنا بقى هنركب حاجات صغيرة كده
في الطيارات والصواريخ دي تخليها تعدي من الشبكة الدفاعية بتاعتك من غير ما يحصل لها أي ضرر. تحب تجرب سلاحك قصاد سلاحنا؟ يا ريت عشان نتفرج. نتفرج ايه بس يا حاج؟ استني. انت خفت ولا ايه؟ لا خفت ايه؟ لا ما خفتش ولا حاجه. خاف ليه؟ ميعادنا يوم التجربه، بس اوعى تزوغ. ممكن نبعده شويه اليوم ده؟ ابعد زي ما انت عايز، بس برضو اوعى تزوغ. مالك اتوهمت كده ليه؟ لا ما توهمتش ولا حاجه، ما فيش حاجه خالص. توهم ليه يعني؟ مالك تنحت كده ليه؟ هو سلاحك ده طلع اوانطه ولا ايه؟ ما ترد يا طارق، ما تريحنا. ولا شكله كده ضيع شقة عمرنا على الفاضي، لا عملت سلاح ولا زفت. الله يا جماعة ما بلاش إحباط بقى، إن شاء الله هيقدر عليهم. طارق مش تطلع تنام بقى؟ ميعاد التجربة بكرة بدري. عايز اتاكد ان كل حاجه صح. انت خايف؟ يعني حاسس بإيه؟ حاسس ان البرازيل هتلاعب اسمنت اسيوط. ايوه ايه يا طارق قافل على نفسك ليه؟ براجع. طب يلا ايه؟ يلا خلاص الجماعة الأمريكان وصلوا. اتفضل يا طارق. يا جماعه احب اعرفكم اننا النهارده عندنا ضيوف من CIA جايين يتحدوا طارق. بيقولوا ان عندهم سلاح مضاد لسلاحه. دلوقتي هنشوف. اتفضل يا طارق. هنفترض ان ده هجوم بطيارات جاي علينا كده. عند الخط ده هتبتدي الستارة الإلكترونية اللي مولدها الجهاز، وأي حاجة فيها وقود هتحاول تعدي هتنفجر إن شاء الله. دلوقتي ممكن نبدأ التجربة. تزعلش مني. وادي راسك ابوسها.
مكاني قدامك. مكان الطبيعة قدامك يا جاك. This girl. صباح الخير يا بابا. صباح الخير. بابا، طارق عنده خبر احتمال يكون كويس. انا اكتشفت ان كنت غلطان في حاجه وهحاول اصلحها واعمل تجربه تانية بكره. بجد يا طارق ولا برضه هيبقى مش ربنا يستر. طيب طارق، الفجر قرب جدا، مش تقوم تصلي وتدعي ربنا يوفقك؟ يا رب التجربة تنجح، يا رب ده احنا غلابة. يا رب ما تحكم فينا الامريكان. سلاح رضا يا رب، سلاح رضا يا رب، سلاح رضا يا رب. نفسنا نعيش لغاية ما نكبر ولادنا، نفسنا يبقى لهم مستقبل. ربنا منحنا القوة لندافع عن أرواحنا. نادر عليا يا رب لو التجربة دي نجحت لعامل طريق كويس وانسى انا حماقي. يا رب سلاح رضا يا رب، يا رب يا رب يا رب. آخر مرة هتشوفونا فيها. شوف يا شاكر، لآخر مرة هنطلب منكم تسلمونا السلاح وتصميماته بأي مقابل، وإلا هنتصرف معاكم بشكل تاني. السلاح ده مش هيفيدكم بحاجة. انتوا مش حاولتم تعرضوه على جهات كتير تصدقكم وتساعدكم؟ ايه اللي حصل؟ حتى لو حاولتم تنفذوه في أي بلد عربية أو إسلامية مش هتنجحوا، لأننا ناشرين في مراكز اتخاذ القرار في البلاد دي مجموعة من السفهاء، وهم بغبائهم بيمنعوا أي إنجاز إنه يحصل. مسير أوضاعنا تتغير وحقيقي ناس بتفهم
وهنفذ السلاح معاهم. انت بتحلم. ما نحلم، انتوا ايه مستكترين علينا كمان نحلم؟ ما دمتم رفضتم التعاون معانا يؤسفني اقول لكم هنعمل فيكم ايه. يا وقحتك يا اخي. سلمى تعملوا ايه يا باشا ان شاء الله؟ عشان نضمن ان السلاح ده يظل مجرد فكرة لازم نبعدكم عن الحياة العامة خالص. بلد اهلك هي تتصرف فيها زي ما انت عايز. هتبعدنا لحد فين يا؟ بكرة الصبح في 1000 جهة هتطلع وتثبت انكم مجانين، وهيصدر قرار بوضعكم في مستشفى الامراض العقلية مدى الحياة. ايه انتوا مالكوا خفتوا كده ليه؟ قال هم فعلا يقدروا يدخلونا مستشفى المجانين؟ ايوه يقدروا. ليه يا بابا هي ميغة؟ ايوه يا بنتي ميغة، يعني ما انتش عارفه؟ ضم النضال عايشه في دنيا تانية. صدقوني ما تخافوش، البلد لسه فيها شرفة كتير وفيها حمقى اكتر ومأجورين اكتر واكتر. بكرة تشوفوا ان الشرفة اكتر. لا حول ولا قوة إلا بالله. على فكرة انتوا اللي جبتوا لنفسكم. طب اهو فات كذا سنة، حصل حاجة؟ حد احتلنا؟ حد هاجمنا موتنا؟ مفيش اي حاجة من دي حصلت. ليه؟ لان احنا وضعنا مختلف تماما. مشكلتكم انكم بتبصوا لنص الكوباية الفاضي، لكن لو الواحد فيكم حكم عقله وبص لنص الكوباية المليان كان لقى الوضع مختلف تماما. مش ممكن. ايه اللي بيحصل ده؟ حلم ده ولا ايه؟ والله ما انا عارف، ده باين له علم. لا ده اثر العلاج بالكهرباء، مش ممكن يكون حقيقة ولا خيال، مش وقته. يا سلمى الله الله الله، ده الحكايه بقى لها بجد حرب دي ولا ايه؟ الواد ده ابني ها؟ ايوه يا حبيبي. ما كنتش عايز اخلف عشان اليوم الاسود ده. امر رقم 1، اتخذوا الاوضاع الدفاعيه المتبع حاليا. حبايبي وحشتونا، هننضف حبايبي. اهلا حبايبي، اخيرا وصلتوا بالحضن. مش قلت لكم والله هينضفونا. تخيلوا بقى في يوم اسود زي ده كان شكلنا هيبقى عامل ازاي من غير سلاح رضع. تخيلوا كان هيبقى شكلنا ازاي. كان زمانهم قطعونا حتت. صحيح، في يوم اخبر زي ده لو ما فيش سلاح رادع كان يبقى الوضع ايه؟ ده كان هيبقى كل الاوضاع مش وضع واحد. بس الحمد لله اننا عندنا سلاح رادع. الحمد لله. مش بطل نروح في الحال هنلبقات معانا ريال معانا ريال.
العالم.